يا إخوة لا تستهينوا بذنوب الخلوات. شوف قد الله يسترك، قد تغلق على نفسك النوافذ وتغلق على نفسك الأبواب، ما حد شوفك من الناس، ما حد شوفك، ومع ذلك الله مطلع عليك وساترك. بعض الناس يحتقر هذه الذنوب ولا يعلم أنها قد تكون سبب هلاكه وسبب سوء خاتمته. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في عنده كلمة جميلة، يعني من الكلمات هذه التي كما يقال تكتب بماء الذهب. يقول رحمه الله تعالى: والذنوب جراحات. يعني مثل الذنوب مثل إيش؟ الجرح. قال: والذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. شوف أنت يجيك جرح هنا تموت في كتفك طبيعي، يجيك جرح هنا يجيك، لكن لو جاء جرح هنا في عرق وريد تروح فيها. هكذا هي الذنوب، ذنب مع ذنب مع ذنب مع ذنب. ولذلك الإنسان لا يستهين بذنوب الخلوات، ينبغي أن تراقب الله عز وجل في خلوتك أشد من مراقبتك الله تبارك وتعالى في جلوتك وفي ظاهرك. أعظم أسباب الانتكاسات ذنوب الخلوات. ولذلك لما تكون بينك وبين نفسك انتبه. ومن أعظم الذنوب التي قد يتساهل اليوم فيها شبابنا ما لها النظرة. وقد يكون هذا المؤذن الذي انتكس الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله، هذا قد يكون قد تساهل في موضوع النظر. اليوم متساهلين في موضوع النظر اليوم، حتى على مستوى النساء، نساء وشباب. يعني يؤسفني أن أقول مشاهدات لمواقع إباحية، مشاهدات للكاسيات العاريات. الجوال ذا اليوم مسح الإيمان من نفوسنا، قضى على نور الإيمان والخشية في نفوسنا. بعض الناس يظن أنها نظرة سهلة، يقول لك يا أخي نظرة دحين ما هو اللي يقرأ، هي نظرة، ولا يعلم أن هذه النظرة تفسد عليه إيمانه وتحرق عليه دينه. اليوم كثير من الطاعات نحرمها بسبب ذنوب الخلوات. ولذلك اتقوا الله عز وجل في خلواتكم، اخشى الله عز وجل. لما تكون في مكان لا يراك فيه أحدا من الخلق، استشعر وقتها وحينها أن الله يراك، أن الله مطلع عليك، أن الله أسبل عليك الستر، ولو شاء لفضحك وأهانك وأذلك، لكن الله رحيم. لكن حينما تستمري في الذنب وتتطاول على حدود الله تكون عاقبتك والعياذ بالله الانتكاسة، وقد يكون الارتداد عن دين الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الإنسان يركز على مثل هذه الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يغفر ذنوبنا. اللهم اعصم قلوبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله وأنت راض عنا يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.